السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله، ونرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الفيديو اللي باش نحكيو آخر الأخبار، أهم خبر لهذا اليوم مجانا. تعالوا، نحن على موعد مع لقاء يجمع كل من تونس ومباراة تونس والسويد على بين سبورت. كل المؤشرات تدل على أنه لقاء مميز. كل ما نعلمه أن جون قد استعد استعدادا جيدا لمواجهة الخصم. عليكم الاعتماد على التمريرات القصيرة وعدم اللجوء إلى الهجوم والاكتفاء بمهمة الدفاع. النقد التلفزي لمباراة تونس والسويد على بين سبورت هي المباراة الافتتاحية بين تونس والسويد. فكك معاك يا سامحني. تشكيلة المنتخب التونسي 5 قلوب دفاع لتأمين المنطقة الدفاعية: الشامخ في الحارس، مرمى، طالب في قلب دفاع، رقيق أيضا، وآدم عروس. هذم 3 قلوب دفاع لتأمين الدفاع. وقدم قبول الأهداف كما بلجيك 5-0 خسرنا. يعني فيليري على اليمين، علي العابدي على اليسار، الياس السخيري في وسط الميدان، سونتينال، راني خضيرة اللاعب المحترف في الدوري الألماني، وحنب على المجبلي في البريمير ليج الإنجليزي. في الهجوم الياس السخيري الفنان وقلب هجوم هداف البطولة التونسية فراس شوات في راس جول. تشكيلة منتخب السويد تشكيلة فيها لاعبين في ليفربول ولاعبين في أرسنال، وتجاوزوا قيمتهم التسويقية 100 مليون يورو. لاعب ليفربول خاصة ولاعب أرسنال أكثر من 60 مليون يورو القيمة التسويقية. هذهم 3 قلوب دفاع وحارس المرمى. بالنسبة هذا العياري لاعب تونسي مزدوج الجنسية وسويدي في الوسط الهجومي، عنده تمريرات حاسمة، لاعب خطير ومهاري، وفضل السويد على تونس. بالنسبة لثالث الهجوم هذا اللاعب إيزاك لاعب ليفربول الأسمراني، يتجاوز قيمته التسويقية 100 مليون يورو، لاعب خطير مكي. مقابلة من 3 فجرا يوم 15 جوان 3 فجرا، والحكم الأرجنتيني. ترتيب الفيفا مش بعيد الفرق بين السويد وتونس: 45 تونس و38 السويد. أغلى لاعبين حنبال الواجبي 16 مليون يورو، وألكسندر إيزاك لاعب ليفربول 103 مليون يورو. تشكيلة المنتخب التونسي: حراسة والآن أتت ساعة الاختيار. هل سنبقى جميعا في منطقة الجزاء؟ طبعا لابد من تعزيز قوتنا الدفاعية. سينضم الثلاثي الناري إلى الدفاع أيضا. لا أصدق. عليكم الاعتماد على التمريرات القصيرة وعدم اللجوء إلى الهجوم والاكتفاء بمهمة الدفاع عن المرمى. هل تنوي من وراء هذا الاجتماع المحافظة والآن أتت ساعة الاختيار. لن يستطيعوا التقدم علينا مهما بذلوا من جهد. لم ترعبنا مشاركة ذلك الفتى. ألا تثق بنا؟ نحن قادرون على هزيمتهم بسهولة مطلقة. سنحرز 10 أهداف وربما أكثر من ذلك بكثير. لن نخيب ظنك أيها المدرب. اسمعوني جيدا. يظهر على الشاشة الآن أحد أفراد الثلاثي الناري. يظهر على الشاشة الآن أحد أفراد الثلاثي الناري. إنه امتحان الخيارين. هل قلت امتحان؟ سأسأل عليكم الإجابة خلال 5 ثوان. إن أجبتم خطأ فسوف تطردون لأنكم ستكونون غير جديرين. وهل نسيت يا جون سؤال الخيارين الذي طرح علينا في البلدة؟ والآن أتت ساعة الاختيار. خطأ. المسألة ليست مسألة حياة أو موت. خيارين بالنسبة للتشكيلة تونس: يا إما 5 مدافعين وإلا 4 مدافعين. 4 مدافعين: رقيق الطالبي قلب دفاع، على اليمين عبد فاليري، خضيرة والحنب على المجبري، وصخيري كالعادة، عاشوري والشوات كالعادة. والفرق الوحيد في التشكيلة هو أنيس بن سليمان، لاعب وسط هجومي مكان قلب دفاع ثالث. هل باش تنجح الخيار متاع 5 مدافعين أو خيار 4 مدافعين وتخرج آدم عروس ودخل أنيس بن سليمان؟ يظهر على الشاشة الآن أحد أفراد الثلاثي الناري. هذا لاعب ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول 26 سنة 103 مليون يورو. تقييمه جيد جدا، وصل حتى 87 في كأس الرابطة الإنجليزية. 103 مليون يورو.
لاعب ليفربول مهاجم ليفربول. وهذا لاعب أرسنال فيكتور، قيمته التسويقية 61 مليون يورو أيضا، و28 سنة. أرقامه تحكي ليه، عقد امتد 2030. اشتعلت، نحتاج إلى إطفائية. بالنسبة لقائمة اللاعبين المنتخب التونسي في حراسة المرمى أيمن دحمان. بالنسبة لأغلب قائمة المنتخب التونسي أغلبيتها محترفين بخلاف 3 حراس مرمى من النجم ومن صفاقس والنادي الأفريقي، وأغلب اللاعبين من المحترفين. وأيضا في الدفاع موجود البن حميدة، قلة قليلة من الدوري التونسي أغلبيتهم محترفين. بالنسبة لمباريات تونس، المباراة الأولى تونس السويد 3 فجر 15 جوا، المباراة الثانية 21 جوا 5 فجر توقيت تونس، المباراة الأخيرة يوم الجمعة واثنين مكة المكرمة ونص الليل بتوقيت تونس. هذه المجموعات كأس العالم. هذه مجموعات كأس العالم جميعا 12 مجموعة و48 فريق لهذا كأس العالم نسخة استثنائية. شكرا لمشاهدتكم. دعمنا رجاء دعمنا على قناة اليوتيوب. إذا أعجبك الفيديو وأعجبك خاصة المونتاج متعوب فيه جدا جدا جدا، لا تنسى الاشتراك في القناة. إن شاء الله يكون الفيديو يعجبكم. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، واعطيوا السكور والنتيجة الأقرب للمباراة هذه. نتلقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء. ما تنسوش الاشتراك في قناة الكل يوصلكم كل جديد من المنتخب الوطني التونسي من اللاعبين المحترفين والبطولة التونسية. اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.